لو بتحبوا المخللات الفيديو ده ليكم. هقول لكم على أسرار تخليل المخللات بطريقة صح. هنعرف مع بعض ازاي المخلل يطلع مقرمش وناجح من أول مرة، وكمان هنعرف ايه اللي ممكن يبوظ المخلل واحنا بنعمله. ما يطلعش طري أو مهري مننا ويطلع مظبوط معاكي من أول مرة. في الفيديو ده هقول لكم على الأخطاء اللي ممكن مننا يقع فيها وهو بيخلل المخلل. ازاي نتجنب الأخطاء ديت عشان المخلل يطلع معانا مقرمش زي ما بنجيبه من المحلات، ويطلع جميل، ما يكونش مهري ولا يبوظ مننا في البرطمان. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طبعا اول حاجة هنعملها مع بعض كده، احنا بنجهز بقى تجهيزات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. خلاص رمضان على الابواب، وطبعا سفرة رمضان ما تخلاش من المخللات. أساس السفرة المخللات، وأكيد كلنا بنحب المخلل على سفرة رمضان. طبعا احنا عملنا مع بعض المخللات قبل كده، هنعمل مع بعض بقى مخللات شهر رمضان 2025. كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنا أول حاجة معايا اللفت. احنا هنخلل مع بعض الخيار، هنخلل الخيار والجزر واللفت. هقول لكم على سر المخلل المقرمش، وهنعرف مع بعض أسرار نجاح المخلل، وازاي نعمله بطريقة صحيحة بطعم المطاعم. اول حاجة زي ما احنا شايفين كده اهوت معانا اللفت. طبعا اللفت بنجيبه ما يكونش كبير قوي، بيكون وسط، طبعا عشان ما يكونش شايخ، ويكون طري كده وحلو ايه معايا. اول حاجة طبعا هنا اهوت انا قشرته زي ما احنا شايفين كده اهوت، وقطعته قطع صغيرة. طبعا غسلته كويس جدا وحطيته في غلفته بالملح وحطيته في مصفى لمدة يعني الفترة ما تقلش عن 4 ساعات، عشان ينزل لي كل الروائح الكريهة اللي فيه. طبعا الشكل دوت بعد ما انا نقع يعني حطيته في الملح لمدة 4 ساعات، بعد كده غسلته بالمية واتصفى كويس جدا من المية. معانا بقى المخللات التانية، معايا الخيار ومعايا البصل ومعايا الفلفل ومعايا الجزر. طبعا اتغسلوا كويس جدا بالمية السخنة وتصفوا تماما من المية. هبتدي بقى دلوقتي هنا اهوت هنقطع الخضار زي ما احنا شايفين كده اهوت. طبعا بتقطعيه بالطريقة اللي تريحك. انا قطعته زي ما احنا شايفين كده اهوت بالقطاعة ديت. القطاعة دي رخيصة جدا، مش غالية، وبتعمل لي كده الشكل اللي احنا شايفينه دوت كده. تخلي يعني بتخلي الشكل المخلل شكله حلو كده اكننا جايبينه من بره. انت ممكن تقطعيه زي ما انت عايزة، ممكن تقطعيه بالسكينة، ممكن تقطعيه بالقطاعة دي زي ما احنا شايفين كده اهوت بنقطعه هنا. انا قطعته القطع الصغيرة ديت. لو انت عايزة بقى تكبريه زي ما انت حابة، يعني ايه تقطعيه زي ما انت ايه عايزة ايه بمعرفتك. اهو كده الجزر. الخيار حاول ان انت تقطعيه يعني تكون قطع كبيرة، عشان طبعا ايه لو قطعناه قطع صغيرة ما يتهريش مننا. والجزر زي ما احنا شايفينه كده قطعناه بالايه بالشكل دوت. الفلفل اهوت، يعني بشق كده ايه شقة صغيرة كده اهوت. والبصل طبعا بجيب البصل اللي هو الصغير قوي، وببتدي ان هو انزع القشرة اللي عليه طبعا. وبيتغسل طبعا زي ما قلنا ايه غسلناه بمية دافية، وكل الخضار بيتنشف معايا. ببتدي طبعا اهوت حطيته هنا اهوت ايه كله بقى على بعضه كده. هبتدي بقى هنا اهوت اقلبه كله
يتقلب معايا كده اهوت الخضار كله هنا اهوت ايه على بعضه كده اهوت في حاجة تكون كبيرة. طبعا البرطمانات عندي بتكون معقمة. طبعا بغسلها بمية سخنة وبتكون معقمة بالخل. لازم تكون معقمة طبعا عشان المخلل ما يعفنش او يطرى معايا ويبوظ. فلازم تكون البرطمانات معقمة كويس جدا. لو هتستخدمي البرطمانات الازاز زي ما قلنا بنغسلها بمية سخنة وبنعقمها بالخل. وكذلك البرطمانات البلاستيك، بس طبعا تكون البرطمانات البلاستيك لازم تكون صحية. ما يكونش اي برطمانات نستخدمها طبعا عشان لو البرطمانات مش صحية بتتفاعل مع الملح، وده طبعا بيسبب امراض وما يكونش يعني ما بيكونش حاجة كويسة يعني. فلازم تكون برطمانات بلاستيك صحية. انا هنا استخدمت البرطمانات الازاز. انا بحب استخدم البرطمانات الازاز يعني ايه في المخللات. طبعا ببتدي هنا اهوت بقى اوزع المخللات زي ما احنا شايفين كده اهوت على البرطمانات. انا هنا البرطمان الصغير دوت انا هنا حطيت يعني حطيت لفت فيه كله، لان دوت ممكن استخدمه قبل رمضان. لكن هنا البرطمانين الكبار انا حطيت هنا اهوت جزر ولفت وخيار وبصل، ودوت هركنه طبعا مش هفتح عليه الا مع رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. يعود عليكم الايام بالخير ان شاء الله واليمن والبركات، وتكون ايام سعيدة ان شاء الله عليكم. هنا بعمل بقى جاهز المية بتاعت او المحلول الملحي. طبعا هنا المية لازم تكون معقمة. انا غليتها كويس جدا وطبعا سبتها لما تبرد، وهبتدي ان اهوت احط على كل لتر مية احط 4 معالق من الملح. طبعا خليكي معايا لاخر الفيديو وهقولك على الاخطاء اللي ممكن تبوظ المخلل معاكي. هنا هنعمل المية بتاعت المخلل. خليكي معايا وهقولك على الاخطاء اللي ممكن نتجنبها طبعا عشان المخلل يطلع معاكي مظبوط اول مرة تعمليه. هنا حطيت هنا اهوت الملح، وطبعا حطيت الهريسة بتاعت الشطة، الفلفل الاحمر طبعا انا عملته في المفرمة وهنا زودته على المية. حطيت معلقة من البهارات، 7 بهارات. طبعا هنا اهوت حطيت خل يعني بمقدار ربع كوباية. وطبعا هنا اهوت بزود معلقة سكر طبعا هنا اهوت عشان يحفظ لي طبعا لازم معلقة السكر ديت عشان يحفظ لك المخلل ويكون مقرمش لاخر حاجة فيه، ما يتهريش منك وما يبقاش مهري كده وطري، يبقى مقرمش معاكي كده اهوت لغاية ما يخلص. ببتدي اقلب بقى كل المكونات ديت. طبعا بزود له ليمون، تكون مقطعه ليمونتين معايا كده اهوت، باخد عصير ليمونتين برضو بزودهم مع الخل. طبعا بتقلبي كل المكونات دي كويس اهي. تعصري بقى كل الليمون اللي معاكي هنا اهوت زي ما قلت لك هنا اهوت ليمونتين كبار، عصير ليمونتين كبار. طبعا هنا اهوت من الاخطاء اللي ممكن طبعا تبوظ المخلل معاكي ويطلع طري ومش هيبقى طبعا مخلل ناجح. طبعا من اول الاخطاء ان انتي
بتستخدمي مية من الحنفية. طبعا مية الحنفية بيبقى فيها كلور وفيها مواد هتأثر على التخليل. طبعا لازم نستخدم زي ما قلنا يا إما مية مفلترة أو مية مغلية وتبرجيها قبل الاستخدام. وبعد كده بتبتدي تعملي المحلول. طبعا هنا انا كده زودت، حطيت هنا اهوت ورق اللورة. هزود ورق اللورة على البرطمانات اهيت، وابتدي بقى هنا اهوت ازود المحلول اللي انا عملته بتاع المخلل. طبعا من الحاجات برضو اللي هتبوظ لك المخلل ان انتي لازم تظبطي الملح. طبعا لو الملح قليل، لو الملح قليل الملح هيطرى معاكي، المخلل هيطرى معاكي. كمان لو الملح كتير طبعا هيأثر على طعم المخلل وهيبقى حادق قوي وهيبقى طعمه مش مظبوط. كمان ان انا مفتحش الغطا على المخلل كل شوية لان الهواء والبكتيريا بتأثر على المخلل، وطبعا برضو بيبوظ ومش هيبقى حلو وهيسود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة بالنسبة لكم، وتكون المعلومات اللي قلناها تكون مفيدة. اتمنى بقى متنسونيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي دايما بيسعدني، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك. اتمنى متنسوش اللايك اللايك اللايك. شكرا ليكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.